النهارده هحكي لكم عن قصة عميل سعودي ما بيقتنعش ان في حاجة اسمها خسارة. يعني بالنسبة له السوق لازم يكسبه دايما مهما حصل. ابتدى يشتغل معايا وتابعني على قناة التليجرام، بياخد التوصيات وبينفذها بالحرف، والحق يتقال كان ملتزم. والسوق في الفترة دي كان جميل جدا ماشي زي الحلاوة، لكن كان عنده مشكلة واحدة بس: ما بيحطش ستوب لوز. حتى لو الصفقة ماشية غلط بيسيبها وبيقول هترجع ومش هقفلها على خسارة. المرة الأولى رجعت الصفقة فعلا وقفلها عند الدخول وحذرته. المرة التانية برضو نفس الحكاية، نبهته وعدت. والنهاية قدر يوصل حسابه من $5000 إلى حوالي 45 أو 47 ألف دولار. كان شغال بمخاطرة عالية وكان بيقول الفلوس دي مش فارقة معايا أصلا، بس في الحقيقة ما اقتنعش. دخل صفقات بلوت عالي بدون ستوب لوز، والمصيبة جاله خبر نازل على السوق زي السكينة، شمعة حمرة نازلة زي النزيف وهو واقف يتفرج. الصفقة بدل ما يقفلها عزز وبرد ودخل بلوتات أعلى، من لوت لاتنين لتلاتة لأربعة لخمسة، لحد ما المنصة صفرت وقالت له مارجن كول، طارت الفلوس والعميل اختفى. اخر مكالمة بينا كانت ردة فعلي سريعة وعنيفة شوية، خرمت له ودانه، زعقت وخرجني عن شعوري الصراحة. بس يا رب تكون ودانك بخير وصحتك كويسة. الدرس ان مفيش مكسب دايم ولا خسارة دايما. السوق مش بيكسب العنيد، بيكسب اللي فاهم.